ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة بقى بسكوت خطير في 10 دقايق. هو بسكوت فعلا ال10 دقايق طعمه خطير جدا وكمان اقتصادي مش مكلف. يعني كل الكمية دي كلها ببيضة واحدة بس ونص كوباية من الزبدة، وهتعملي اجمل بسكوت. كمان مش محتاجة لا مضرب بيض وكمان ولا حتى خلاط، ومش محتاجة مكنة بسكوت، وهتعملي احلى بسكوت. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وياريت تشرفوني على الجروب، وما تنسوش دعمي باللايك والكومنت وقولولي بتتابعوني من انهي بلد. اول حاجة في المقادير عندي هنا النص كوباية من الزبدة بتوزن 120 جرام، والزبدة تكون متماسكة ما تبقاش سايحة قوي. عندي كمان الزيت حوالي تلت كوباية 100 ملي. انا بقول بالكوباية وبالجرامات عشان برضو اللي ما عندوش ميزان. السكر برضو 100 جرام، نص كوباية من السكر. وهضرب الخليط ده كويس جدا لغاية ما يكون عندي كريمي. نلاحظ هنا ان احنا مش بنضرب بمضرب كهربا، فنضرب باليدوي حلو قوي لغاية لما يكون كريمي كده معانا زي ما انتوا شايفينه كده في الفيديو. بعد كده بحط رشة خفيفة خالص من الملح، ملح طبعا بيظبط الطعم. بيضة كمان بدرجة حرارة الغرفة، ومعاها ربع معلقة صغننة خالص من الفانيليا البيضة اللي هي البودر دي الخام، وهضربهم كويس. عندي الدقيق بقى مش بحط كمية الدقيق كلها، هي 350 جرام بس مش بحطها كلها. حطيت كمان عليها معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. بخلي بالي ان الدقيق دايما ما احطش الدقيق كل الكمية، حتى مهما كان المقادير مظبوطة او في اي حد بيعمل فيديوهات ما احطش كل كمية الدقيق، لانه بيختلف من الدقيق بتاعك عن الدقيق بتاعي او دقيق عن دقيق. ما بحطش كل الكمية. بعد كده بقى بقسم عندي العجين هنا، خليت معلقتين قبل ما تكون متماسكة كده بضيف معلقة من الكاكاو على نص الكمية، والمعلقة التانية بضيفها على العجينة البيضة لغاية ما تكون متماسكة، واجي امسكها كده ما تكونش بتشقق. بعد كده بقى احطها ترتاح حوالي 10 دقايق كده بالظبط في التلاجة، وحتى لو ما ارتاحتش ممكن تشتغلي بيها عادي على طول، انا بشتغل بيها على طول. بعد كده بقى بجيب كيس تلاجة وبفتحه، وبحط بقى مفرش السيليكون بتاع العجين، وبفرد عندي بأي حاجة. وممكن على فكرة نفرد بإيدينا عادي خالص، هوريكم برضو في الفيديو نفرد ازاي. طريقة التشكيل بقى سهلة خالص. لو عندك الشوكة بتاعة الأكل العادية دي خالص، هتمسكيها وتشدي كده خطوط زي ما انتي كده شايفة في الفيديو. الطريقة دي جميلة جدا وعجبتني. بعد كده هجيب اي قطاعة، مش ضروري القطاعة اللي معايا دي، اي قطاعة بالشكل ده، مجرد بس انها عشان تكون الاحجام متساوية، وبعملها بالطريقة دي. ممكن بقى قطاعة مدورة، انا برضو جبت لكم شوية قطاعات مختلفة عشان اللي عنده اي حاجة، حتى غطا برطمان ممكن ينفع. المهم ان احنا نكون نظبط المقاس يبقى قد بعضه. ببتدي بقى احطها رصها في صينية وبدخلها على درجة حرارة 180 تقريبا، يعني ما بتاخدش ربع ساعة تلت ساعة وتكون استوت. برضو الاجزاء اللي بتتبقى برضو لميتها تاني وعملتها. وهستخدم هنا بقى كمان عندي السكرابر ده بيبقى مشرشر كده شوية، وهبتدي اعمل اشكال تانية من البسكوت زي اصابع كده. انتوا بقى ممكن تشكلوا زي ما انتوا عايزين، بس نخلي بالنا واحنا بنشيل البسكوت بالراحة، لان طبعا العجينة بتاعتها كمان بتبقى زي بتاعة البيتي فور كده. الابيض برضو نفس الطريقة، بفردها ما بين كيسين كده على المفرش بتاع العجين، وبعمل برضو خطوط كده بالطول وبساوي،
وابتدي بعمل قطعات. انا عملت هنا اجزاء زي اللي انا عملته بالابيض، بني برضو، بني وابيض زي بعض، عشان ممكن نستخدمهم برضو ونلزقهم في بعض. ممكن نلزق اتنين، واحدة ابيض مع بني. وهبتدي برضو احط عندي هنا البسكوت في الصينية وبدخله على الفرن على درجة 180. ودي طريقة فرد برضو وريتها لكم لو انا مش عندي اللي بتفرد العجين دي. وبرضو هعمل كده زي ما انتوا شايفين قطع بالسكرابر كده. المشرشر ده موجود عند بتوع الحلوانية اللي بيبيعوا الادوات المنزلية. وبرضو كان عندي برضو الجزء اللي هي الختامة دي برضو حلوة، ممكن بنعملها كورة كده زي ما انتوا شايفينها كده، تطلع اشكالها جميلة. على فكرة برضو الختامة دي متوفرة في كل بتاعة الحلوانية. دي عندي بقى بعد ما استوت جميلة جدا، عايزة اقول لكم ناعمة ازاي، هشة وناعمة وجميلة قوي زي البيتي فور بالظبط، رغم ان احنا مستخدمين فيها زيت بس طالعة جميلة جدا. ممكن بقى حاجات التزويق بقى ممكن نزوقها بالشوكولاتة، شوكولاتة مطبخ عادية، بزود عليها معلقة من المية وبحطها في الميكرويف او على حمام بخار. وابتدي بقى ألزق الشوكولاتة، نحط جزء شوكولاتة على البسكوت وبلزقه. ممكن اغمسها كده في الشوكولاتة. طبعا افكار التزيين بقى بتاعتكم سهلة خالص. حطيت برضو شوية من الشوكولاتة، معلقة من الشوكولاتة، وبعدين حطيت عين جمل ومكسرات. جبت بسكوتة بيضة برضو ولزقتها مع واحدة من البني برضو شكلها جميل، وغمستها كده في الشوكولاتة. وطبعا بحطها في التلاجة شوية عشان تجمد او تتماسك. وعندنا اجمل بسكوت زي ما انتوا شايفين. المقادير كانت بسيطة جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عايزة اقول لكم كمان ما تنسونيش في الكومنتات، على فكرة برضو بترفع الفيديو وتخلي اكتر ناس تشوفه. وياريت تشرفوني كمان على الصفحة. باي باي.